بسم الله الرحمن الرحيم. كنت محتاجة احط روج انا دلوقتي. الناس ايه تهجم علينا دلوقتي عشان نقول بقى ايه على اكبر سحب على السوشيال ميديا كله. ناس عندها فراغ يعني. انا مش فاهمه الدكتوره دينا هتعمل سحب على العربيه، قلت لها ما ينفعش اشترك. بخش اسحب على العربيه، قالت لي لا ما ينفعش. مع ان من حق اشترك. يلا بقى تقولي ايه؟ سهير ماهر، اهلا يا سهير. يومنا بحبك وانا كمان بحبك. يلا تعالوا عشان اجيب لكم خبر جميل قوي يا جماعه والله. هنفرحوا وهننبسطوا كلنا. على فكرة فاكر بتاعتي بق من نفسي. عليكم ورحمه الله. ازيك يا الغالي؟ كل عام وانتي طيبه. عبد الرحمن وانت طيب يا عبد الرحمن، تسلم يا رب. فرح بحبك قوي قوي قوي. قولي اسمي فرح. فرح. اهلا بابا. طيب اهلا بابا لولا فاني، وحشتني حبيبه قلبي. قولي محمد. انت بتقول اهلا بابا لولا فاني ايه؟ بابا معانا في اللايف ولا ايه يا جدعان؟ نجمة مصر الأولى أحلى لولا دي ولا إيه يا عبدو؟ تسلم يا عبدو. المهم إن إيه، جايبالكوا سحب المرة دي جبار. بصوا يا جماعة، خلينا بقى متفقين. أنا حاطالكوا لينك جروب دلوقتي. الجروب ده هي بتبيع فيه شنط خروج بقى بتاعت البنات كده، بورتوفيه كده صغنون، شنطة صغيرة، وبتبدأ أسعارها من 70 جنيه، 70 100 120 150 200 300 براحتك. حاجة فيرست كوبي، حاجتها جميلة جدا جدا. لحظة واحدة، أنا بحطلك اللينك بتاعها اهو. بصوا يا جماعة، اللي هيدخل الجروب بتاعها يعمل لها انضمام للجروب. هتلاقيها منزله كوليكشن شنط كتير 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 كده. طيب هنختار من الشنط دي طبعا اللي تناسبك او اللي يناسبك. المهم يكون سعر الفاتوره او سعر الحاجه اللي انت اشتريتيها 300 جنيه. تمام؟ تطلبي شنطه ب 300، 2 3 4، المهم سعر الفاتوره اللي معاكي تبقى ب 300 عشان هنجمع 1000 مشتري. ومن 1000 مشتري في 5 هيكسبوا 5 خواتم دهب. هنختار 5 يكسبوا 5 خواتم دهب، و45 شخص هيكسب جايزة مادية. اظن انتوا فاكرين الجوائز المادية اللي انا عملتها قبل كده، ناس كانت بتستلم فودافون كاش مني شخصيا، وكانت بتستلم من البريد من والدي. طلعت لكم بالورق ووريته لكم. القنبلة الفنية المتحركة اللي هتفجر في قلب وعقل كل عربي. يا الله الله على الكومنتات الجميلة. فدلوقتي انا سايبه لكم اللينك بتاعها اهو، بتاع دكتوره دينا. دكتوره دينا ايه؟ بتاع دكتوره دعاء. ادخلوا عندها تلاقوا كوليكشن الشنط الجميله جدا. انت ممكن تفوزي. طب انت ممكن تفوز ازاي؟ وانت ممكن تجيب شنطه، ممكن تجيب شنطه لخطيبتك، ممكن تجيب لاختك، بنت خالتك، بنت عمتك، قريبتك، مامتك، ممكن تجيب لاي حد. المهم تعمل فاتوره ب 300 جنيه، تطلب الاوردر، هيوصلك المندوب معاه الشنط مثلا، وهيديك الفاتوره ب 300 جنيه. تملينا الرقم اللي على الفاتوره، تبعته على اللينك، تقوم دخلت السحب. هنكون 1000 مشتري، 45 هيفوز بجايزه ماديه، و5 هيفوزوا ب5 خواتم ذهب. تمام؟ والله يا جماعه هي مسابقه حقيقيه جدا، وانتوا عارفين المسابقات اللي انا بعملها ما بتبقاش مسابقات فيك. انا مش زي حد، انا الحمد لله المسابقه اللي بطلع اعملها يعني بوفي فيها وبوريكم. تمام؟ لسه عاملين المسابقه اللي كسب فيها 30 حد من شركه لاستر، انا خليتهم فازوا بنفسي وانا اللي كنت موجوده. واظن برضو الناس اللي فازت احنا نزلنا اللينكات بتاعتها، تقدروا تدخلوا تسالوهم. تمام؟ انا عايزاكي تدخلي الجروب، انا سايبه لكم اللينك بتاعها اهو، مثبته لكم في اللايف شات، وهسيب لكم اللينك تاني اهو. ادخلوا اللينك ده دلوقتي. ده لينك بتاع دكتور دعاء.
دكتور دعدي عندها كوليكشن صور، انت ممكن تدخلي او انت ممكن تدخل تطلب لمامتك، تطلب لاختك، تطلب لخطيبتك، انت ممكن تطلبي ليكي لنفسك تقنيه في جهازك، هديه لصاحبتك في عيد ميلادها، هديه لمامتك او ليكي انت شخصيا. ممكن 300 جنيه يكسبوكي خاتم ذهب، ممكن 300 جنيه تكسبي بيهم جايزه ماديه. فايه، عايزه الكل يشترك والكل يخش السحب يا جماعه. كل حد يعمل فاتوره ب 300 جنيه، ملينا الرقم اللي على الفاتوره عشان يبقى دخل السحب، و50 حد هيفوز. 50 ده رقم مش قليل، 50 حد هيفوز، 45 جايزه ماديه، والخمسه هيكسبوا 5 خواتم ذهب. بالمناسبه ان حد بيقول لي كفايه اعلانات يا لولا، اولا انا مش بعلن حاجه، انا جايبه لكم مسابقه انت هتستفيدي بيها اكتر ما انا هستفاد بيها. تمام. انا واحده من الناس ممنوع ادخل السحب، يعني قالت لي يعني انت يا لولا مش هينفع تدخلي السحب، عشان لو السحب والقرعه جت عليكي مش هينفع تفوزي. انا سايبه لكم اللينك بتاعها اهو، عامله شنط جميله جدا، انا عن نفسي جبت منها في جهاز اختي، يعني جبت منها كميه وحلوين جدا. عارفين ايه دي؟ يلا الكل دلوقتي يدخل الجروب بتاعها ويطلب منها الشنط. اختاري بقى الشنطه اللي انت عايزاها، عايزه شنطه للبيبي بتاعك، عايزه شنطه تحطي فيها حاجات بسيطه رايحه يوم عند مامتك، حاجه تحط فيها الميك اب بتاعك، شنطه خروج صغنونه يا دوب كده على قد فلوسك تحط فيها دهب. الشنط اللي انت عايزاها كلها وجميع الاشكال والالوان وفيرست كوبي، وبتبدا معاكي اسعار من 70 جنيه لحد 300 جنيه. المهم تعملي فاتوره ب 300 جنيه وتدينا رقم الفاتوره اللي هتوصلك عشان تخشي معانا السحب. لو ما فزتيش بالخاتم الذهب هتفوزي بالخمسه من ال 45 هيفوز بالجائزه الماديه. طيب في حاجه كمان، لو طلعوا 2000 العدد اللي هيفوز اكتر جوائز ماديه، جوائز كهربائيه، اجهزه كهربائيه هتفوز جوائز ماديه فلوس، اجهزه كهربائيه وذهب. طب لو اكتر من 2000، لو في اكتر من 2000 حد اشترى هيبقى السحب على الكبير على عربيه، وهينتهي الكلام ده يوم 15. هنشوف كام حد دخل السحب، جمعنا كام حد دخل السحب، ومن هنا هنقدر ان احنا نشوف كام حد هيفوز. تمام. بالنسبه للسحب هيتم في فندق، يعني السحب ده هنوزع الجوائز دي في فندق لسه هنقول على اسمه، او في قاعه كلنا هنبقى حاضرين، واللي هيفوز هيطلع هيتندى اسمه هياخد الظرف بتاعه، او اللي هتفوز مثلا بالخاتم الذهب هتطلع تاخد الخاتم الذهب اللي احنا جايبينه. تمام. المهم هتبقى ايه الشروط دلوقتي؟ الشروط ان انتي هتجيبي اوردر من عندها شنط بقيمه 300 جنيه، 300 جنيه فقط. هم ممكن ما يعملوش معاكي حاجه، بس ممكن تفوزي بجائزه ماديه او هتفوزي بخاتم. ممكن اكتر من 2000 حد اشترى ودخل السحب، فهيكون في اجهزه كهربائيه هتتوزع، في فلوس، في خواتم دهب. بالمناسبه انا مش هعدي الكومنت بتاعك، اسمك شيماء عبد الواحد، انتي بتقولي نصب. انا ممكن افوت الكومنت بتاعك وممكن اعمل لك بلوك وممكن امسحه، بس انا لا هفوته ولا هعمل لك بلوك ولا همسحه. هاتيلي هنا مسابقه انا طلعت نصبت فيها، سواء الجوائز الماديه، سواء البوكسات اللي كانت بتتوزع، سواء شركه لاستر ال30 حد اللي لسه فاز، ده نزلت اللينك بتاع الناس اللي فازت. الجوائز الماديه اللي انا كنت بعملها، طلعت بالورق بتاع البريد في لايف وجبت كل الناس اللي فازت ووريكم ورق البريد. فانتي على اساس ايه يا شيماء عبد الواحد بتقولي نصب؟ انتي شفتي ان احنا ما سلمناش حد الجوائز؟ اللي ما وصلنالوش الجوائز يا جماعه من الناس اللي فازت يا ريت يدخل دلوقتي يقول لي يا لولا انتي نصبتي عليا، انا اشتركت في مسابقه وفزت وما خدتش هديتي، سواء الهديه كانت من منتجات لاستر، سواء سواء الهديه الماديه، سواء اي جواز خالص، يقول لي يا لولا انتي بتكدبي عليا وانا ما استلمتش منك اي فلوس خالص او اي هدايا او اي جايزه. يا ريت يا جماعه دلوقتي انا بناشد كل الناس اللي فازت، اللي ما استلمش مني هدايا يخش لي في اللايف دلوقتي يقول لي يا لولا انتي نصابه. الناس اللي عماله تقول بجد على فكره لولا انسانه محترمه ومش بتكذب، يا دودي ربنا يخليكي يا حبيبتي. ودول يا جماعه مش بس من الفانز بتوعي يا جماعه، دول يعني دي الناس دي جربت. انا ما بطلعش المسابقات الفيك اللي بتطلع الفتره دي. انا لولا جربت بجد بامانه، اقسم بالله، مش عشان احنا واخدين كده. وكروت الشحن. يا خرابي، وكروت الشحن بتاعتهم رهيبه.
بالمناسبه. والناس كمان طب معانا دلوقتي حد في اللايف اسمها مامة ياسين ودياب. انتي اقسم بكبه كومنت، انتي اقسم بالله العظيم ما شاء الله عليكي صادقه في كل كلمه بتظهر معاكي يا مامة ياسين ودياب، ودي كلمه حق على لسانك. انتي دخلتي اللايف اهو دلوقتي بدون اي سابق كلام بيني وبينك. ارجوكي دلوقتي قولي ان انتي كسبتي معايا، وكسبتي معايا كام مره، وانا فعلا صدقت معاكي ولا نصبت عليكي. لو بعتلك فلوسك في البريد ناقصه جنيه، ارجوكي قولي دلوقتي يا لولا انتي نصبتي عليا، انا فلوسي جت ناقصه جنيه واحد. لو جنيه واحد انتي قلتي دلوقتي ان فلوسك ناقصه جنيه واحد، انا هبعتها لك بكره الصبح 1000. انا الحمد لله انا براعي ربنا في شغلي وفي ضميري. لما بلاقي حد بيعمل وعلى فكره اتعرض عليا كتير مسابقات الفيك ده، مش عارف هتكسب ايفون و100,000 جنيه وهتفوز مش عارف ايه، ما بدخلش فيهم خالص. طيب محمد والله احنا ما شفناش، بس فعلا كله نصب. في ناس ما تنظرش، مش فاهمه انت بتقول ما تنظرش يعني ايه؟ اللي بيقول احنا ما شفناش، انت ما شفتش ايه؟ ما تقولش احنا ما شفناش، اتكلم عن نفسك، قول انا ما شفتش. انا الحمد لله الناس اللي انا بتعامل معاها، الناس دي انا كسبت مني وانا تواصلت معاهم شخصيا، وكسبوا مني انا شخصيا. تمام؟ اللي دلوقتي ما كسبش. طيب ليزا عامله معايا مسابقه تانية اجهزه كهربائيه، بعتت لي الاجهزه واللايف بتاعها هيبقى الاسبوع اللي جاي. هنكسب الناس اجهزه كهربائيه على اللايف مباشر. كروت الشحن دي حقيقي والله، وانا اخدت خطيبتي كسبت كارت 100 جنيه. احمد ربنا يخليك، خطيبتك اسمها ايه؟ يا ريت لو تقدر تخليها تدخل اللايف. طب لا ده انا واخده سكرين شوت على تليفوني ان انا طالعه منه اللايف ده. انا الحمد لله اي حاجه بعملها باخد منها سكرين شوت. بعت الكروت للبنات اللي فازت وكلمتهم شخصيا في التليفون، انا في التسجيلات والسكرينات اللي انا بعت لهم فيهم الكارت، والحمد لله انا صادقه. ومش مهم اي حد في الدنيا، المهم عندي ربنا شايفني، والجنيه اللي انا باخده منك او منك بدون اي وجه حق ربنا يحاسبني عليه. انا دلوقتي بعرض لكم على مسابقه، انت ليك او انت ليكي كامل الحريه والاختيار. ده لينك انا سايبهولك بتاع جروب بتاع شنط، بتجيبي منه شنط بقيمه 300 جنيه عشان تكون 1000 حد اشترى عشان تخش السحب على 5 خواتم دهب، و45 حد هيفوز بجائزه ماديه. انا بس مش بنزل الناس اللي فازت، انا بنزل لينكاتهم، لينكات الايميلات بتاعت الناس اللي بتفوز. انت تقدري او انت تقدر تخش تسالهم هل انا صادقه ولا انا بكذب. تمام؟ هو اللينك انا سايبه لكم اهو. تشتري شنط، نعيد تاني، بقيمه 300 جنيه علشان تدخلي السحب على 5 خواتم ذهب، و45 شخص هيفوز بجائزه ماديه. الجايزه دي يا جماعه هتبقى في فندق لسه ما عرفناش ما استقرناش ايه هو، او في قاعه هتبقى هنعرض عنه يوم 15 اللي جاي. انا بنفسي هكون موجوده وانا هسلم الجوائز بنفسي، وده هيكون كله متصور، وهنطلع هنقول على الناس اللي فازت سواء من داخل مصر اللي خارج مصر. ممكن يبعت لنا حد من تبعه هنا في مصر يدخل معانا يجي يستلم الجايزه مكانه، مفيش اي مشكله. هو تغريد بتقول هو انا ما كسبتش، بس والله شهاده حق انا شفتك كذا مره بتكسبي الناس، ربنا يفرحك زي ما بتفرحي الكل. ربنا يخليكي حبيبتي يا رب، تسلمي وتسلم شهاده الحق اللي انت قلتيها، ويسلم لسانك يا ست البنات. لولا عايزه اكسب مره واحده، ما هو يعني ساعات لما كنت بعمل جوائز ماديه كنت كل يومين اكسب 20 حد، كل يومين اكسب 20 حد. طيب واحده اسمها زوزو بتقولي هاتي انتي ب 300 جنيه وحطي اسمي علشان انا بغزه مش من مصر. يا سلام، عيوني هشتري لك. حاضر. طب انا اشتري اودي الشنط فين؟ طب انتي لو فزتي هنجيبك ازاي؟ طب بالعقل. سلمى ابو بكر، حاجات لولا حقيقيه، اختي خدت كارت الشحن. ادي حد تاني اهو من ضمن ال5 اللي كسبوا معايا كروت الشحن يا جماعه، فازوا. وبالنسبه ماما المسابقه اللي انت كنت عاملاها من يومين، من كام يوم دي، كانت ماما عامله 5 ماما مع ناس، ما هو ده في السعوديه 5 كروت شحن بس كانت ماما بتعمل كارت ب 200 جنيه. وفعلا الناس فازت، واخدت
الكروت ال 200 جنيه هاتي كده موبايل عشان انا بعت. كويس انك قلتي كده، لان واحده دخلت قالت ايه بقى هجيبهم لك، قالت ماما هاتي، ما انا اللي بعتها لهم على الواتساب، على الواتس. انا تواصلنا معاهم شخصيا. ما انا هجيبها لك، مش عارفه عند مين هجيبهم. ماشي، هتجيبهم هوريكم الناس اللي احنا اديناهم الكروت، اديناهم اللي احنا كارتين، اشتريناها. الكارتين واحد ب 100 وواحد ب 100 وفازوا ب 200 فعلا. منهم مطبخ ماما مع نسمه، ماشي، طلعت وثبت وعملت تتكلم. هاتي بس ايه، اهم. بصوا يا جماعه، واحده اسمها فاتن تبع لا ده دي في قناه فاتن، المسابقه كانت في قناه فاتن السباع. لا فين، هاتي بس الناس اللي فازت. انا مش عايزه استني، ده مش هنا، هات اجيب لك ايه أنا ده على كنت- الانستجرام. لا بعت هنا لكذا حد، انا استني. ساره بنت اخت مش عارف مين، الناس اللي انا بعت لها من عندك هنا فين؟ على الانستجرام يا ليلى، انت لا بعت له على مش الانستجرام. كلهم فين، انا بعت لهم، طب هاتي، طيب هاتي اقراها لك، هاتي. اقريهم. يوميات ام لوجي اهي، مش كده اهي. بصوا يا جماعه، في واحده اسمها يوميات ام لوجي اهي، مش عارفه هي ظاهره ولا لا. نزلي طيب البتاع أهو. شويه. بصوا كروت الشحن اهي، هم كانوا الخمسه. بصي كارت ب 100 اهو، باين ان هو ب 100 اهو يا جماعه، تمام اهو، تمام. بس دي انت ليه بعت لها كل الكروت دي؟ لا انا بقول لك انا جبت الكروت دي، م. فبعت دول الخمسه كانت في السعوديه، مليتوا لمامتها. في واحده كسبت كانت في السعوديه، قالت لنا معلش ابعتيه لوالدتي، وفعلا بعتنا لمامتها. هات اما جبت مطبخ تاني اهي، انت جبتي لوجي. اصل هما في 5 كسبوا وماما كسبتهم، فاحنا يا جماعه مالناش في الشغل الفيك ده، حد الله بينا. اهي مطبخ بينا نسمه. ايه هي الشروط؟ انا سايبه لك اللينك اهو، ادخلي اللينك ده هتلاقي مامتك قاعده معاكي بجوزك. يا جماعه انا اللي عند مامتي. بصوا يا جماعه، لا لسه ما جبتهاش. ماشي اسمها ايه؟ مطبخ نسمه. اسمها مطبخ نسمه اهي. الكروت اهي، بعت لها الكارتين اهو، كل كارت ب 100 اهو. مش عارفه باين عندكم ولا لا. فاحنا الحمد لله احنا حتى اجيب لك الباقيين. احنا مسابقاتنا كلها تمام والحمد لله، نحمد ربنا. انا سايبه لكم اللينك اهو، عايزين 1000 حد يشتري، كل شخص يشتري ب 300 جنيه يخش السحب خمس خواتم ذهب، وبعدين 45 شخص هيفوز بمسابقه ماديه، جايزه ماديه. لو 2000 اشتروا هيبقوا ال2000 هيبقوا اجهزه كهربائيه وذهب وفلوس. لو اكتر من كده هيبقى السحب الكبير على عربيه. صاحبتي كسبت معاكي قبل كده كارت، انت بجد انسانه محترمه يا ريهام، ربنا يخليكي يا ريهام، تسلمي اهو. دي حد تاني اهي يا جماعه، دي ريهام دي في اللايف اهي، دي اسمها سما مسابقه اهي. ماما بعتت لها الكارت اهو بعتت لها الكارت 100 وكارت ب 100. كانت عامله مسابقه ان الكارت بيبقى ب 200. عامله مسابقه عن قناه. هو ده ايلاينر ولا ديبلاينر؟ لا ده ايلاينر اللي انا حاطاه ايلاينر. هات اجيب لك كمان خلاص انا وريتها لهم اهي، والناس اصلا اللي كسبوا دخلوا لي في اللايف اهو. ما يهمكيش كلام الناس يا لولا، انتي قمر ومحترمه جدا، الله يخليك. تسلم. مطبخ تاسو اهي يا جماعه، واللي ما معهوش 300 جنيه احنا اهو. استني بس الاخيره ماشي. محمود السيسي، طب واللي معهوش 300 جنيه اللي احنا لاقيه هتجيب 300 جنيه منين؟ لا مش ممكن تجيب 300 جنيه عادي، مش لازم تشتري يعني. دي حد تاني اهي اسمها مطبخ توسو. على فكره ماما ندهت على اسمها في اللايف، حتى قعدنا تقول في حد اسمه توسو اهو. بعتت لها الكارتين اهو، كارت ب 100 وكارت ب 100. احنا الحمد لله ملناش علاقه بحد، واكسب 100,000 جنيه وايفون مش عارف ايه، مالناش دعوه بالكلام ده. اول مره الحق لايف ليكي او حظك. انتي بجد انسانه عسل ومحترمه، الله يخليكي، تسلمي. ينفع ماجد بتكلم بنت خلاص هقولك بتتكلمي خاتم دهب. انا ما فهمتش اي حاجه يا احمد من الكومنت الحقيقه. اشتري ب 300 جنيه من فين؟ من دكتوره دعاء اللي انا سايبه لك اللينك بتاعها اهو في اللايف شات ومثبتاه. ادخلي اللينك ده اعملي لها انضمام وادخلي اطلبي الشنط اللي انت عايزاها بقيمه 300 جنيه فقط. تمام؟ اكتر من كده فرصتك في الفوز اكتر، بس هي الشرط انها تكسبي ب 300 جنيه، مش شرط يكون اكتر من كده. تمام؟ ازيك عامله ايه؟ انت باين على وشك الصدق، انت عسل ما شاء الله. عمر سيد، الله يخليكي يا استاذ عمر، شكرا بجد. هو لازم اشترك؟ ما هو انت لازم عشان تدخلي الجروب ده تعملي اشتراك انضمام، يعني عشان تنضمي هي هتقبلك.
اما تعملي انضمام هي هتقبل الاكونت بتاعك. ادخلي اتفرجي على الشنط، ادخلي اتفرجي على الشنط، واللي يعجبك اشتريه بقيمه 300 جنيه. اول ما الاوردر يوصلك تاخدي رقم اللي هيجيلك على الاوردر تمليه لنا تاني في الرسايل عشان تدخلي السحب. ويوم 15 باذن الله هنقول لكم السحب هيكون في انهي قاعه او في انهي فندق عشان الناس كلها تحضر ونوزع الجوائز مع بعض كلنا. ويلا عشان اسيبكم عشان تلحقوا تدخلوا، لا عشان تلحقوا تدخلوا في الجروب. باي باي.